السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ليه تشتري الفسيخ من بره ب300 جنيه لما بشوية ملح بس هتعمليه في البيت بطريقة افضل مليون مرة من اي فسيخ جاهز؟ لونه وردي طري زي الزبدة وطعمه لا يقاوم، وهيكون جاهز للأكل بعد 10 أيام بس. وبالذات إن شهر رمضان الكريم فاضل عليه أيام قليلة، وأساسي وحتما ولابد عندنا هنا كمصريين إن في عيد الفطر لازم بيكون موجود الفسيخ. ده غير طبعا الترمس والسوداني والكحك والبسكوت، دي حاجات أساسية عندنا هنا في مصر. يا ترى انتم بقى في بلادكم بتحتفلوا بعيد الفطر ازاي؟ بيكون عندكم فسيخ برضو زينا، ولا طريقتكم في الاحتفال بتكون ايه؟ اتشرف قوي لو اعرف منكم في الكومنتات. اذا كنتم بقى اول مرة بتشوفوني فانا رنا، ما ننساش اللايك والاشتراك ونصلي على سيدنا محمد في الكومنتات. السمك البوري طبعا هو اللي بيتخلل وبتكون راسه صغيرة زي ما انتم شايفين كده. ويا ريت نختار سمكة كبيرة بتلاقي فيها لحم اكتر وبتكون احلى في التخليل. هتجيب السمك البوري بقى الكمية اللي انت عايزاها، طبعا يا ريت كمان يكون من حد مضمون، ودلوقتي هقولك ليه. في قماشة كبيرة كده تكون قديمة هنلفه بالشكل ده. فرن البوتاجاز بقى بتاعك هنسخنه كويس جدا، وقبل ما ندخل السمك الفرن لازم نطفي من فوق ومن تحت، الفرن يكون مطفي يا جماعة. هندخل السمك على الشبكة اللي في النص كده ونقفل الباب. لو في الصيف هياخد نهار بس، يعني مثلا هنعمله من الصبح لبالليل. اما لو في الشتاء زي دلوقتي هندخله الفرن من الصبح لتاني يوم الصبح، يعني هياخد يوم كامل. ده الخطوة دي يا جماعة للمستعجلين، لان احنا عارفين ان الفسيخ بالذات في الشتاء ممكن يقعد يومين وثلاثة على ما يتنفخ، لكن بالحركة دي هياخد يوم واحد بس كده يا بنات في الفرن. اما بقى لو مش مستعجلين عليه سيبوه زي ما هو كده في اي مكان في المطبخ لحد ما يتنفخ على مهله بقى. لو في الصيف هياخد يوم كامل، لو في الشتاء ممكن يومين او 3. بعد ما اتنفخ طبعا بعد نهار كامل او ليل كامل، بس في الشتاء خدته كده غسلته تحت الحنفية كويس جدا، بس حاولوا المية راس السمكة تكون لتحت علشان المية ما تدخلش جوه. غسلته وحطيت كده مناديل عشان يشرب المية اللي في الخياشيم، ووقفته بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده لحد كل المية اللي في الخياشيم ما تصفى. جبت ملح خشن، ولازم الملح يكون خشن، ومعلقة مليانة من الكركم. وهبدأ بقى ان انا اشيل المناديل اللي كانت في الخياشيم، طبعا شربت كل المية اللي موجودة في الخياشيم. هبدأ ان انا اغلف السمكة بالشكل ده كده، واملأ الخياشيم بالملح على الكركم، وكمان هدخل في بق السمكة. اظن مفيش اسهل من كده، حبة ملح بس كده والدنيا هتكون تمام. طبعا لازم تملي الخياشيم كويس قوي عشان ما يعملش ريحة وحشة والسمك ينتن منك. وطبعا تحطي برضو حبيتين 3 كده في بق السمكية. هاتي بقى اي علبة موجود عندك، انا العلبة دي مخصصاها لتخليل الفسيخ، وهاتي اي اكياس موجودة رش فيها رشة من الملح، وابدأي رصي السمك بتاعك بالشكل ده كده، ورش عليه كمان رشة من الملح من فوق. طبعا ما تكتريش كمية الملح، خليها كمية متوسطة زي ما انت شايفة كده. وحطي معلقتين زيت كبار، ده السر اللي بيخلي الفسيخ بتاعك طري، وكمان عشان الريحة تكون يعني مقبولة. وشوية كده محترمين من الورق اللوري. هقفل كويس جدا وتتأكدي ان خرجت كل الهواء اللي موجود في الكيس. حاولوا تربطي كويس قوي، يا سلام بقى لو عندك استرتش هيكون احسن تلفيه بيه. انا دخلته بس في 3 اكياس، وهربط كويس جدا وهدخله في العلبة كده، وهبدأ ان انا اقفل عليه واسيبه في اي مكان في المطبخ ل10 ايام، وكل يوم اقلبه، يوم على الجنب ده ويوم على الجنب ده خلال ال10 ايام، عشان المية بتاعته او الملح كده يشرب كل الفسيخة. زي ما انتوا شايفين بقى بعد 10 ايام بالظبط لقيته منزل المية دي كده. هبدأ ان احنا نفتح عليه. شايفين الفسيخة طرية ازاي؟ زي ما قلتلك بقى ان حاولي ان يكون الفسيخ ده من عند حد مضمون. ليه؟ لان السمكية فيه سمك بوري بيكون مبطرخ، فيه بطروخ يعني. السمكية بقى المبطرخة دي مش بتكون حلوة قوي في التخليل، وللأسف ده اللي حصل معايا، ان انا لقيت فيه بطروخ. بس هو بصراحة كان طعمه حلو، بس هيكون احلى واحلى لو ما كانتش السمكة مبطرخة. فعشان كده هاتوه من حد يكون مضمون، وعرفوه ان انتوا السمك ده هتعملوه فسيخ مش للأكل. بدأت ان انا افتح. ما شاء الله اللهم بارك، تحفة يا جماعة. بس شايفين طبعا زي ما انتوا شايفين كده فيه بطروخ،
وزي ما قلت لك هو مش وحش، بس هيكون احلى لو ما كانش مبطرخ. شايفين لونه وردي وتحفة وريحته يعني مش لما بنشتريه من بره بيبقى له ريحة يعني ايه مفزعة كده، لا دي ريحته مقبولة وطري جدا، طري بصوا زي الزبدة كده. وطبعا مش مالح جامد، لان الفسيخ انا اسمع ان في ناس بتسيب فسيخ شهر في الملح، فده بيخليه ان هو يكون شديد الملوحة. لكن طبعا بعد 10 ايام بس، وكمان كمية الملح اللي احنا حاطينها متوسطة مش كتير، فطعمه مميز كده متوسط قصدي يعني برضو في الملوحة، يعني حلو، يعني مش شديد الملوحة كده زي ما احنا ما بنشتريه من بره. لو جربت الطريقة دي في الفسيخ انا متأكدة ان انتوا مش هتشتروه من بره تاني. يا سلام بقى مع بصلتين خضر كده ورواق طري او عيش من اللي هو الفلاحي، وبصوا مش هتشبعوا من اكله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. هسيبكم في رعاية الله.